السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحر يدق الأبواب وبشدة، ومن هنا أهلا بيكم في فيديو جديد في ريفيو سام. بما إن خلاص الصيف داخل علينا، فأنسب حاجة نتكلم فيها في فيديو النهاردة هي التكييفات. أي حد مقبل على فكرة شراء تكييف بيجي في باله سؤال واحد: أشتري تكييف إيه؟ وده لأن في السوق المصري والسوق العربي حاليا عندنا 4 أنواع من التكييفات: تكييف الشباك، تكييف الصحراوي، تكييف فريون متنقل، والتكييف السبليت. اختار انهي واحد فيهم؟ في فيديو النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن نوع منهم، مميزات وعيوب كل نوع عشان كل واحد يحدد الانسب بالنسبة له. قبل ما نبدأ كلام عن التكييفات، حابة الفت نظركم لحاجة، وهي ان فيديو النهاردة ممكن يكون مختلف شوية عن الفيديوهات اللي بتنزل على القناة. عادة بنتكلم عن التلاجة، عن البوتاجاز، حاجات ما فيهاش اي فنيات، بس بنشوف ايه الحاجات اللي ممكن تكون مريحة بالنسبة لنا في الاستخدام او هتكون عملية معانا في الاستخدام، لكن مفيش اي تقنيات. اما فيديو النهاردة وبالاخص عن التكييفات، فالحاجات دي بيكون فيها بعض الفنيات وبعض التقنيات. مش هتطرق خالص للكلام عن الجزئية دي، انا هتكلم بس كوجهة نظر حد مستهلك، ايه المفروض يكون موجود في التكييف بتاعي او ايه اللي هيريحني في الاستخدام في التكييف، مش اكتر من كده. اما الناحية التقنية فدي نسيب فيها الكلام للفنيين، عشان بس في بعض الناس تيجي تقول لي ليه ما ذكرتيش النقطة دي، ليه ما اتكلمتيش عن عطل كذا، ليه ما اتكلمتيش عن حاجة معينة. فانا بحب بس اوضح النقطة دي، ان انا هتكلم بشكل عام كوجهة نظر حد مستهلك مش حد فني. نرجع للتكييفات. قلنا عندنا 4 أنواع من التكييفات: عندنا التكييف الشباك، والتكييف الصحراوي، والتكييف اللي هو الفريون المتنقل، والتكييف السبليت. خلينا نبدأ أول حاجة عن تكييف الشباك. ايه هو تكييف الشباك؟ للناس اللي مش عارفاه، هو التكييف اللي بيكون كله عبارة عن وحدة واحدة زي الموجود عندكم في الصورة كده. بيبقى الجزء اللي هو الوحدة الداخلية والوحدة الخارجية كلهم مع بعض، يعني كلهم في قطعة واحدة بس. فبيكون جزء منه جوه الأوضة والجزء التاني بره الأوضة زي ما هو واضح في الصورة. التكييفات دي كان ليها انتشار كبير قوي زمان، لكن دلوقتي انتاجها قل واستخدامها كمان قل، بقى أغلب الناس بتميل للتكييفات التانية. طيب لو هنتكلم عن مميزات تكييف الشباك، ايه مميزاته؟ أول ميزة فيه سرعة التبريد، وده لأن هو كله بيتكون من قطعة واحدة بس أو وحدة واحدة بس، فمفيش أي مواسير بتوصل بين وحدة داخلية ووحدة خارجية زي مثلا تكييف السبليت، وده بيخلي عنده سرعة تبريد أقوى من كل التكييفات التانية. الميزة التانية هو إن عمره الافتراضي طويل جدا، وده برضو لأن مفهوش أي توصيلات بين وحدة ووحدة، هو وحدة واحدة بس، فعمره الافتراضي طويل. أما لو بصينا لجانب العيوب، فالعيب الأول هو صوت التكييف. صوت التكييف بيبقى عالي، بيعمل شوية زنة كده أو بيعمل إحساس مش مريح أو صوت مش مريح في الأوضة. العيب التاني وهو إن إنتاجه قليل جدا، ماركات قليلة قوي اللي بتعمل الشباك ده دلوقتي، وحتى الإقبال عليه قليل، فما فيش كتير بينتجوه. النوع التاني هو التكييف الصحراوي. التكييف الصحراوي زي الموجود عندنا في الصورة كده، بيكون تكييف متنقل. لو هنبص للمميزات بتاعته فهنلاقي ان اول ميزة فيه ان هو سهل التنقل، يعني ممكن ننقله نحطه في الصالة، ممكن نحطه في الأوضة، ممكن نحطه في أي مكان في الشقة، مفيهوش مشكلة. سهل ان هو يتنقل، بيكون في عجل فسهل ان احنا ننقله من مكان لمكان. ما بيحتاجش طبعا تكسير في حيطة ولا بيحتاج أي حاجة، فسهل ان احنا ننقله زي ما احنا عاوزين. الميزة التانية هو ان سعره يعني معقول مقارنة بالتكييفات التانية، ولكن هنا برضو أحب أوضح إن سعره معقول مقارنة بالتكييفات التانية، لكن هو لا يقارن بالتكييفات التانية. يعني لو قارنا الأسعار سعره معقول، لكن هو لا يقارن بأداء التكييفات التانية. طيب عيوب بقى التكييف الصحراوي: أول حاجة إن هو صوته عالي جدا، فصوته مزعج لو حد مثلا هيحطه في أوضة نوم أو حاجة، صوته مزعج. 2، مرهق نسبيا في الاستخدام، وده لأن هو بيكون فيه زي درج أو فيه حوض بيتحط فيه مية أو بيتحط فيه تلج، اللي عن طريقها بيحصل عملية التبريد. والحوض ده طبعا بيحصل فيه ترسبات للأملاح المعدنية وترسبات من المية، كمان بيكون فيه مية راكدة في الحوض ده، فبتعمل شوية فطريات وبتعمل بكتيريا، فبيحتاج ان هو يتنضف كل فترة. وده بعكس طبعا التكييفات التانية اللي انت بتنضفها، نعملها صيانة او تنظيف مرة واحدة في السنة وخلاص على كده بننساها خالص. غير التكييف ده لا، لازم كل فترة يتنضف، وإلا هيكون مضر جدا للصحة، لأن المية أو الهواء اللي بيخرج عن طريق تبخير التلج أو المية الموجودة في الحوض ده هي اللي احنا بنتنفسها، فيا إما هننضفه كل فترة يا إما هيبقى استخدامه خطر. 3، نرجع تاني برضو لموضوع حوض المية، لأن التكييف ده بيتحط فيه مية أو تلج، فهو بالتالي بيعمل رطوبة جدا في المكان، فهو مش مناسب أبدا للأماكن اللي بيكون فيها رطوبة عالية. ممكن يكون مناسب أكتر للأماكن اللي البيئة بتاعتها صحراوية. 4، التكييف عشان يشتغل ويدينا كفاءة كويسة لازم يكون فيه وراه مصدر تهوية، فاحنا لو هنحطه في مكان مقفول أو مش قدامه مصدر تهوية مش هيعمل معانا أي حاجة خالص، بالعكس ممكن يبقى زي المروحة وممكن يبقى أقل من المروحة. طيب لو مش وراه أي مصدر تهوية،
هياخد بقى الهواء السخن اللي بيطلع منه ده وهيرده لنا تاني في المكان اللي احنا قاعدين فيه. عشان كده بقول لكم ممكن وقتها يبقى حتى اقل من المروحه. 5. توزيعه للهواء غير متكافئ. يعني الحد اللي هيبقى قاعد في وش التكييف الصحراوي هيبقى حاسس ان الهواء كويس جدا والدنيا تمام والجو كويس، اي حد قاعد في اي مكان تاني مش هيحس بنفس درجه البروده. فتوزيعه للهواء غير متكافئ حتى بوجود المروحه اللي فيه. النوع الرابع وهو تكييف الفريون المتنقل اللي هو اسمه Portable AC. التكييف ده ظهر حديثا في السوق المصري، ناس كتير بتسأل نجيبه ولا ما نجيبهوش، كويس ولا لا. فخلينا كمان نتكلم عن مميزاته وعيوبه. لو بصينا لمميزات تكييف الفريون المتنقل هنلاقيه ان هو سهل التركيب جدا بعكس التكييف السبليت. يعني اي حد ممكن يجيبه يوصله ويشغله، مش محتاجين خالص ان فني يجي يشغله، مش محتاج تكسير في الحيطة وهكذا. كمان هو بيشتغل بالفريون، فطريقة التبريد بتاعته بتختلف عن التكييف الصحراوي مثلا، فدي برضو ميزة عن التكييفات التانية. هل المميزات بتاعته كافية ان احنا نجيبه ونتخلى عن تكييف السبليت؟ خلينا نشوف عيوبه. العيب الاول ان التكييف ده اسمه تكييف متنقل، ولكن هو في الحقيقة مش متنقل. ازاي؟ خلينا الاول نشوف فكرة تشغيل الجهاز ده. هو مبدئيا عبارة عن وحدة كده عامل زي التكييف الصحراوي، ولكن ليه خرطوم او ليه ماسورة او وصلة كده بتركب من ظهر التكييف لحد اقرب مكان للتهوية، وليكن مثلا شباك، والمفروض ان الشباك ده يكون فيه فتحة عشان نوصل فيها الخرطوم ده اللي بيطرد الهواء السخن. اذا هو محتاج يكون متوصل في مكان ثابت، والا انا محتاجة اكون عاملة فتحة في كل الشبابيك بتاعة الشقة عشان لو عايزة انقله من مكان لمكان. كمان التكييف ده تقريبا مصمم للناس اللي عندهم شبابيك ألوميتال بس، لان بيجي معاه جزء كده او بنشتري له جزء كده، حاجة بتتركب في الحلق بتاع الشباك الألوميتال وفيها فتحة بيتوصل عليها الوش بتاع الماسورة دي عشان تطرد الهواء السخن لبره. حتى كمان انا بشوف ان لما بنيجي نقفل الشبابيك الالوميتال حتى مع وجود الجزء اللي هو بيتركب في الحلق ده الشباك ما بيقفلش كويس، وبالتالي هيكون في تسريب للهواء بره وتسريب للهواء السخن من بره. فاهمين قصدي؟ دي حاجة. تاني حاجة، الناس بقى اللي عندها شباك شيش وازاز وكده، الموضوع مش مناسب بالنسبة لهم تماما. فهو كتكييف نقدر نقول عليه تكييف، ولكن ما نقدرش نقول عليه متنقل، لانه هو على الاغلب هيبقى ثابت في مكان واحد، مش هينفع ان احنا نفتح فتحة في كل الشبابيك اللي في الشقة عشان ننقل التكييف من مكان لمكان. فدي بس فكرة لازم تكون واصلة للكل. كمان التكييف ده ليه خرطوم للمية، ليه خرطوم صرف للمية، فهل احنا هنكون عاملين له بقى مكان ان احنا نوصل خرطوم المية ده في اي حاجة، ولا هنضطر ان احنا نحط له بقى حاجة يوقع فيها المية جوه الأوضة، نحط له مثلا جردل او نحط له طبق او اي حاجة. فبرضو حاسة فكرته كتكييف متنقل هي فكرة مش منطقية تماما. العيب التاني وهي ان الخرطوم او الماسورة اللي بيطرد الهواء السخن ده معمولة من البلاستيك، فخامة زي كده ممكن في اي مرة من مرات الاستخدام يحصل لها ان هي تتخرم او تتكسر او يحصل فيها اي مشكلة، فدي حاجة مش عملية في الجهاز. 3. لو قارنا صوته بصوت التكييف السبليت فاكيد صوته اعلى من السبليت. طيب تبريده اقل من السبليت. واخر حاجة في عيوب التكييف الفريون المتنقل هي ان فترة الضمان بتاعته قليلة، ما بتزيدش تقريبا عن سنتين، وبالتالي الشركة ضامنة ان الجهاز بتاعها عمره الافتراضي تقريبا سنتين. فاللي يخليني اروح اجيب جهاز زي ده وانا عارفة ان عمره الافتراضي سنتين، فانا ممكن ازود عليه شوية واروح اجيب تكييف سبليت. ده كوجهة نظري انا كوسام في الجهاز. نيجي لاخر نوع من التكييفات وهو الاكثر انتشارا والاكثر مبيعا وهو التكييف السبليت. تكييف السبليت زي ما كلنا عارفين بيتكون من وحدتين، وحدة داخلية اللي بتكون جوه الأوضة ووحدة خارجية اللي هو الكمبريسور أو الكباس بتاع التكييف. لو هنبص بقى لمميزاته فهنعد بقى مميزات: تبريد قوي جدا، توزيع هواء متكافئ، تنقية للهواء، شكل جمالي، يعني أنا مش شايفة فيه بصراحة أي عيوب. طيب نيجي بقى تلخيصا للفيديو كده، لو أنا عايزة أشتري تكييف أشتري تكييف إيه؟ خلينا نقسم الناس جزئين. لو أنا هشتري للبيت فالتكييف ده هيتحط في أوضة نوم، فقولا واحدا تكييف سبليت، عمر افتراضي أطول، توزيع هواء كويس، هواء نقي، مفيش صوت، فالموضوع هيكون مثالي. طيب لو احنا جايبينه مثلا للريسبشن وما بنطلعش ريسبشن كتير، استخدامه مش هيبقى كتير، عادتنا اغلبها في الليفينج او في الاوض، فممكن وقتها نيجي نفكر في التكييف الصحراوي او التكييف الفريون المتنقل. اما بقى لو حد في مكان مفتوح وليكن مثلا محل او اي حاجة زي كده، فهيكون الانسب بالنسبة لهم ان هم يجيبوا تكييف صحراوي. المكان كده كده بيبقى مفتوح متهوي، فناس داخلة وناس خارجة، الباب بيتفتح وبيتقفل وبيتفتح ويتقفل، فالانسب وقتها ان احنا نجيب التكييف صحراوي.
طيب التكييف الشباك ما جبتيش سيرته، هو تكييف كويس جدًا، يعيبه بس موضوع الصوت، وإن هو مش موجود منه كتير، يعني الشركات المنتجة ليه شركات قليلة جدًا، قطع الغيار بتاعته طبعًا بما إن الشركات المنتجة ليه قليلة، فبرضه قطع غياره قليلة، فدي الحاجة اللي تعيبه، عشان كده بارشّح عنه دايمًا التكييف الsplit. طيب لو هاجيب تكييف split أجيبه إيه؟ ده إن شاء الله هيبقى الفيديو الجاي، هنشوف مع بعض إيه هي معايير اختيار التكييف الsplit، إيه أفضل الأنواع، وإزاي أختار التكييف المناسب بالنسبة للمكان عندي. وبس كده، ده كان فيديو النهارده، إن شاء الله فيديو النهارده يكون أفادكم، يكون رَد على استفساراتكم، لو عندكم أي أسئلة اكتبوها لي في الcomments وإن شاء الله هارُد عليكم. أشوفكم في فيديو جديد، كنتم في review وسام، والسلام عليكم.